السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة طلباتك أوامر مع دنيا رزق. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقتين: الطريقة الاسكندراني على أصولها بكل تفاصيلها، من أول العجينة اللي تتاكل حاف من غير لحمة لحد التسوية بتتبيلة لحمة تجنن. وكمان هنعمل مع بعض حواوشي الجزار أو الحواوشي البلدي اللي ريحته بتجيبنا من آخر الدنيا، وهقولك ازاي تسويه صح علشان يكون مش ناشف معاكي، يكون فيه سنة قرمشة بسيطة كده وفي نفس الوقت يكون طري من جوه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وأول حاجة هنعملها العجينة بتاعت الحواوشي الاسكندراني. هنا معايا نص كوباية من المية الدافية. المية دافية يا جماعة، يعني مش سخنة، علشان المية لو سخنة هتموت لنا الخميرة. هضيف للمية معلقة صغيرة من الخميرة الفورية تكون مليانة كده، وكمان هضيف معلقة صغيرة من السكر. يبقى نص كوباية المية حطيت عليها معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، وهغطيهم وهسيبهم شوية لحد الخميرة ما تتفاعل مع بعضها وتبدأ تعمل فقاقيع كده. تمام، بعد ما عدى حوالي 5 دقايق الخميرة بدأت تتفاعل كده كده، اتأكدت ان الخميرة بتاعتي كويسة. هنبدأ بقى نحط الدقيق. هنا معايا كوبايتين من الدقيق. هضيف عليهم طرف كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر او ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنبدأ ننخل الدقيق اللي معانا على المية والخميرة والسكر، ونبدأ نعجن العجينة بتاعتنا بايديك. الاول كده بتفركي المية مع الدقيق مع الحاجات الموجودة معانا في البولة لحد ما تشربي الدقيق بالميه كده، حاجه بسيطه. طبعا كميه الميه اللي معانا صغيره مش كتيره. في الاول كده برش حبه ملح، وبعد كده هزود حليب واعجن بيه. لو انت مش عايزه تحطي حليب، عايزه تعملي بميه، خلاص يعني ممكن تعجني بميه او تعجني بحليب براحتك. انا هنا بضيف شويه بشويه صغيرين وبعجن لحد العجينه ما تكون لينه معايا شويه. بعد كده بجيب معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت وبضيفهم في الاخر واشرب بيهم العجينه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تخليها زبده بس، ممكن تخليها زيت بس، ممكن تخليها سمنه وزيت، براحتك اللي موجود عندك. بس الخطوه دي بتخلي العجينه بتاعتنا مورقه وحلوه قوي. بيكون العجينه عامله زي البسكوت المملح كده، او عامله زي عجينه القرص. بتكون العجينه تحفه كده. تمام، بعد ما شربت الزبدة والزيت مع العجينة وشربتهم تمام، العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين طرية. اولا سابت البولة ما عادش فيها اي اثار للدقيق او سمنة او اي حاجة، والعجينة طرية وناعمة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. العجينة طرية لكن في نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. هلفها كده بقى واحطها في البولة. بصوا زي ما انتم شايفين الحليب النص كوباية ما اخدتهاش كلها. هغطي العجينه بتاعتي بقى بستريتش او بكيس وهسيبها تخمر في الحر اللي احنا فيه ده. ما بتاخدش اكتر من نص ساعه، لو احنا في الشتاء ممكن تاخد وقت اكتر من كده شويه. على ما العجينه بتاعتنا تخمر هنحضر بقى تتبيله الحواوشي بتكات دنيا اللي ريحتها هتجيب لاخر الشارع، بالتكات بتاع الدنيا اللي انتوا واخدين عليها بقى حاجات مختلفه عن اي حد تاني. هنا معايا كيلو من اللحمه المفرومه، وحطيت عليه نسبه من الدهون، يعني هاتيها من عند الجزار يكون فيها نسبه دهون. وكيلو اللحمه هياخد كيلو بصل. القاعده الاساسيه عندنا ان كميه اللحمه تكون قد كميه البصل. استخدمتي نص كيلو لحمه تستخدمي نص بصل، ربع لحمه ربع بصل، كيلو لحمه كيلو بصل. خلاص حطيته كده بصل يكون مفروم ناعم. وكمان معايا قرنين من الفلفل الاخضر، قرنين من الفلفل الالوان، وبرده يا ريت نكون عاملينها ناعم. لو عايزه تضيفي فلفل حراق مفيش مشكله، او بدليها بهريسه الشطه. خلاص يبقى يا هنضيف هريسه شطه لو موجوده، مش موجوده هنحط فلفل حراق. نزلت البصل ونزلت الفلفل ولازم يكون الحاجات ناعمه. تعالوا بقى ما نشوف التوابل بتاعتنا. المعلقه الصغيره انا استخدمتها اللي هي معلقه الشاي، اخدت منها نص معلقه من كل حاجه هقولها لكم. معايا نص معلقه صغيره من الكزبره المطحونه الناعمه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من ورق اللورا على الحبهان انا بطحنهم على بعض، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات. هنضيف التوابل وبعد كده تعالوا ما اقول لكم على تكات دنيا. انا هنا معايا معلقه كبيره من الدقيق. ليه بستخدم الدقيق؟ بستخدم الدقيق علشان بيعمل عامل ربط لكل المكونات اللي معانا، بيخليها متماسكه مش مفرفطه كده من بعضها. وكمان معايا معلقه صغيره من السكر. السكر بيسرع ان اللحمه تستوي معانا بسرعه. وكمان معايا معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. والبيكنج باودر بيخلي المكونات اللي معانا مش لازقه في بعضها كده، لا بتكون منفوشه. وكمان بيخلي اللحمه بتكون جوسي كده وطريه من جوه مش ناشفه.
هنزل بقى بمعلقه الدقيق ومعلقه السكر ومعلقه البيكنج باودر على الخليط اللي معانا، وهنضيف كمان معلقتين كبار من هريسه الشطه. ولو مش موجوده عندك هريسه الشطه ممكن تستخدمي فلفل حراق بدلها، وممكن تستغني عن الاتنين لو عندك اطفال ومش بتحبي الحواوشي حامي. وكمان هنضيف خلطة الحواوشي، ده كيس خلطة الحواوشي بيخلي طعم الحواوشي تحفة، بيديله طعم مميز كده. لو مش موجود عندكم او مش عارفين تجيبوه ممكن تجيبوا من عند العطار خلطة الحواوشي بتكون جاهزة، هتضيفوا منها معلقة كبيرة، يبقى كيلو اللحمة هتحطيه وكيس من الحواوشي من خلطة الحواوشي موجودة في السوبر ماركت في كل حتة. لو ما لقيتيهاش بتجيبيها من عند العطار وبتضيفي منها معلقة كبيرة. بنبدأ بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض كويس ونفركها وندعكها كده مع بعض حلو قوي 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 لحد ما كله يتشرب من بعض كده تمام. تعجني كده كويس لحد ما تخلي العجينة كلها شاربة من بعضها، وكل الحاجات اللي موجودة في البولة معانا شاربة كده من بعضها. بنغطيها وبنسيبها في التلاجة مش اقل من نص ساعة علشان المكونات والتوابل واللحمة كله يشرب من بعضه. هنا العجينة بتاعتي بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين تقريبا نص ساعة وخمرت. هنبدأ بقى نقطع العجينة. انا هعملها بشكلين، رغيف كده كامل والرغيف اللي هو الدبل اللي هما رغيفين فوق بعض. بنشكل العجينة على حسب ما احنا عايزين، يا اما قطعة صغيرة يا اما قطعة كبيرة شوية. انا هنا هشكلها بالطريقتين، قطعة صغيرة شوية وقطعة اكبر منها حبة. نبدأ بقى نفرد العجينة ونحط فيها الحواوشي. هنا معايا طبق وهبله كده زيت خفيف، وهنبدأ نفرد العجينة علشان مرتاحة بتتفرد معانا بمنتهى السهولة. وكمان هجيب النشابة افردها بيها علشان اسرع الفرد، ما ياخدش مني وقت، في ثواني كده بيكون مفرود. كده فردت العجينة ويا ريت تكون رفيعة علشان ما يكونش الرغيف تخين. هنبدأ بقى نجيب قطعة كده من الحواوشي ونفردها على العجينة وبالراحة كده بنبطط عليها علشان نفردها في نص الرغيف، بس حاولي ان انت الاطراف ما تكونش فيها لحم. ونتني الرغيف كده على الطرف التاني، ونبدأ نتني الاطراف زي ما انت شايفة كده ونضغط عليها بصبعنا علشان ما تفتحش مننا وتكون مقفولة على اللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده تمام. ونبدأ نضغط عليه ونعمل له كم خرمة او فتحة كده علشان الرغيف ما ينفخش مننا في الفرن. هنجيب صينية وبتكون مدهونة زيت او سمنة ونبدأ نحط فيها الأرغفة اللي احنا بنعملها. هنا عملت 4 أرغفة، ممكن كمان تخرميها كده بالشوكة بدل ما تعمليها بصباعك بتخرميها بالشوكة، كل ده علشان ما تنفخش مننا في الفرن. وممكن ترش عليها شوية كده من حبة البركة، ممكن شوية من السمسم، ممكن ما ترشيش خالص على حسب ما انتوا بتحبوا وعلى حسب اولادك بيحبوها ياكلوها ازاي. هنعمل شكل تاني كمان، هنبطط كده قطعة من العجينة اللي معانا. وزي ما قلت لكم العجينة كل ما تكون رفيعة كل ما تكون احسن علشان ما تكونش الرغيف تخين معانا. هناخد جزء من اللحمة كده ونفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ومعايا صينية مدهونة سمنة او زبدة او اي حاجة، وبعد كده هننقل الرغيف عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفرد رغيف تاني كمان. العجينة تحفة يا جماعة. نبدأ نحط بقى الرغيف التاني كده على الوش من فوق ونتني الأطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان أطراف العجينة تكون ماسكة مع بعضها ما تفتحش مننا وهي بتستوي. وطبعا حجم الرغيف كبير صغير على حسب ما انت عايزة. كده بعد ما خلصتهم بندهن وشها بالزيت خفيف كده علشان تحمر الوش ويكون من تحت ومن فوق محمرة وشكلها جميل. بنسويها ازاي يا دنيا؟ بنولع الفرن واحنا شغالين على درجة حرارة 190 200. الفرن لازم يكون سخن قبل ما الحواوشي يدخل. بنحط على الرف تاني رف من تحت، يعني تاني رف من تحت بندخل الصينية عليها. اول ما بنلاقي الرغيف احمر من تحت ولون، لو عندك مروحة بتشغليها، لو ما عندكش مروحة بتبدأي تشغلي الشواية من فوق لحد ما يحمر من تحت ومن فوق وبيكون زي الفل. بياخد حوالي 10 دقايق 15 دقيقة وبيسيبه بيكون تمام، واللحمة كمان بتكون مستوية جواه. تعالوا بقى نعمل الحواوشي البلدي السريع اللي هو مشهور عند الجزارين والمطاعم. انا بجيب من الفرن بروح اقول للراجل انا عايزه عيش حواوشي، بيديهولي بيكون ابيض شويه زي ما انتوا شايفين كده، مش بيكون متحمر قوي ولا مستوي قوي، بيكون نص سوا. يعني بتطلبي من الفرن ان هو يديكي عيش حواوشي. باخد قطعه من اللحمه كده صغيره، يعني بتكون على قد
زي البرتقانه البلدي كده الصغيره، وببدا احطها جوه الرغيف. وطبعا على حسب الرغيف، لو كبير شويه بتكتري حته اللحمه شويه، وبنبدا نفرد كده العجينه او اللحمه من جوه لبره، وبنبل كده الرغيف من فوق ومن تحت بالزيت او بالسمنه، ويا ريت يكون بالسمنه احلى. انا هنا حاطه زبده على زيت وبدهنهم بيه، علشان لما نيجي نسويه يستوي معانا ويكون مقرمش كده وطعمه وريحته حلوين قوي. في طاسه على النار، اي طاسه عندك، الومنيوم، طاسه تيفال، اي طاسه هتشتغل مش هتقول لا. بنسخنها كويس قوي 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 على النار، وبنحط لها شويه كده من الزيت صغيرين، وبنبدأ ننزل بالعيش بتاعنا. بصوا الطاسة سخنة، اول ما الرغيف بينزل عليها تش كده، ديت حاجة حلوة قوي علشان الرغيف ياخد اللون ويحمر على طول ويكون مقرمش. بمعلقة بقى او بأي حاجة بنبدأ نضغط عليه كده بايدينا علشان اللحمة تستوي جوه الرغيف. في الاول النار بتكون عالية او نار عالية يعني، بعد كده بنهدي النار علشان الرغيف يستوي معانا براحته واللحمة كمان تستوي معاه. بنفضل بقى طول ما احنا واقفين كده على النار نقلب الرغيف يعني على كل جنب شوية على كل جنب شوية. بياخد حوالي 10 دقايق برضو 12 دقيقة، وبيكون الرغيف زي الفل ومستوي واللحمة كمان مستوية جوه. ما تخافوش اللحمة هتستوي، لان اللحمة فيها كمية بصل كتيرة، فما بتكونش كمية اللحمة كبيرة قوي، يعني ما بتكونش متكتلة جوه، ما بتستويش، لا بتستوي وبتكون زي الفل. 12 دقيقة كفاية جدا وهيكون الرغيف مستوي معاكي. والريحة مش قادرة اقول لكم، كانت جايبة لاخر الدنيا، حاجة كده يعني، حاجة تحفة. ريحة الحواوشي اللي بنبقى ماشيين في الشارع وبنشمه كده ونقول الله على الريحة الجميلة دي بتتعمل ازاي. كده الرغيف بتاعي بعد ما استوى حوالي 12 13 دقيقة وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العيش مقرمش كده من بره قرمشه خفيفه وبسيطه، ومن جوه الرغيف طري واللحمه مستويه وطعمه يتجنن وريحته تجنن. كده خلاص بنخرجه من الطاسه. وقبل كل مره بتحطي فيها حواوشي يا ريت بتجيبي منديل، وبعد كده بتنضفي الطاسه كده علشان تخرجي اي حاجه يعني اتحرقت منك او كان شكلها مش حلو، علشان ما تبوظش الرغيف اللي بعد كده. خلاص خلصنا الحواوشي البلدي وكله استوى، وده الحواوشي الاسكندراني خرج من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله من تحت ومن فوق تسويته عامله ازاي. اللحمه مستويه وريحته تجنن، ريحته كانت قلب الدنيا كلها. جربوه مش هتندموا. الوصفه دي بالمقادير اللي انا قلتها، بالخلطه اللي احنا حطيناها، بالتوابل، بجد بجد هتاكلوا احلى حواوشي في حياتكم. خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اللي عجبه الحواوشي بتاعي يا ريت يعمل لي لايك، مستنيه تعليقاتكم، مستنياكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.